بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثالث من سلسلة Advanced Web Penetration Testing. تمام. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على الأساسيات بتاعة الرازر، اتكلمنا على ال Relational Database و AV Model، واتكلمنا على الراوتس والكنترولر والمايجريشنز والام في سي وكل الكلام ده. تمام. هنكمل السلسلة بتاعة الاركتكتشر. طبعا في ناس سألتني، يعني جمهور كبير مكون من 3 أشخاص، قالوا لي يعني هو ليه انت يعني قعدت وقت كبير شويه في الاساسيات او كذا فيديو. طبعا الكورس هو مش ان انا بشرح ثغرات وخلاص، لان في كورسات كتير قوي بتعمل الموضوع ده. بس ده مش هدف الفيديو، انا مش هدف الكورس، انا هدف الكورس ان هو تتعلم ازاي تفكر. تمام. وبرضو انت ممكن تشفت، لو انت مثلا سوفت وير انجينير ممكن تشفت من سوفت وير انجينير لبنتريشن تيستر او ابلكيشن سكيورتي، او لو انت بنتريشن تيستر تشفت الابلكيشن سكيورتي، او تبقى مركز على جزئيه الابلكيشن سكيورتي اكتر. بس فده هدف وممكن تعمل كود ريفيو كمان. فده هدف الكورس. الكورس مش ان انت تطلع ثغرات وبس، قد ما هو ان انت تعرف تفكر وتعرف الابلكيشنز الكبيره بتشتغل ازاي، علشان ما تضيعش وقت وانت بتعمل بيت تيستنج او بتعمل كود ريفيو. حلو. آم، طيب الفيديوهات اللي فاتت قلنا اتكلمنا عن الموديل والمايجريشنز والام في سي والاساسيات، يعني لحد ما برضه في شويه حاجات كده حابب ان انا اتكلم عليها في الفيديو ده، بحيث ان احنا نبتدي بقى نشرح الاجزاء العمليه اكتر. ماشي. فمثلا من ضمن الفايلز المهمه اللي انت لازم تكون عارفها، في فايل اسمه دوت انف. الفايل ده هو يعني سنسيتيف، ده بيبقى فيه كل الإعدادات بتاعة المشروع. على سبيل المثال مثلا اليوزر نيم والباسورد بتوع الداتابيز، اسم الداتابيز، الهوست، كل الكلام ده. آه، الحاجات بتاعة ريدس برضه نفس الكلام، الاسم تي بي كريدنشالز، اي كيز، كل الكلام ده بيبقى متخزن على الدوت انف. طب حاجة زي كده لو انا بنتستر مثلا، وهدفي ان انا اطلع ثغرة او ان انا اطلع انفورميشن ديسكلوجر، مثلا لو انت لقيت دايركتري ليستنج، تمام، وعارف ان وشفت شكل الفايلز ده، شفت شكل الفولدرات دي، فطبعا مش هتلاقي دوت انف. فانت بتكتب دوت انف يطلع لك كل، لو مش هيطلع لك فوربيدن هيجيب لك معلومات يعني خطيرة جدا. تمام. في فايلز تانية زي كومبوزر دوت جيسون وباكج دوت جيسون. تمام. الكومبوزر دوت جيسون ده لما انا باجي يعني مثلا توتال فايندر، المشروع اللي انا شغال فيه، المشروع ده دلوقتي، لو انا شفت مساحه المشروع ده ممكن الاقيه مثلا 100 ميجا او 100 او 200 ميجا مثلا. طب لما باجي ارفع المشروع ده على جيت هاب ممكن الاقيه 5 ميجا على بعض. ليه؟ لان كل الباكجز دي، كل الباكجز دي انا ما بتترفعش مع على جيت هاب. لكن بكل بساطة لما أي حد بينزل مشروع لازم يكتب كده كومبوزر انستول. لما بيكتب كومبوزر انستول كل الباكجز دي بتبتدي تنزل مع المشروع علشان يقدر ان هو يتثبت. نفس القصه في باكج جيسون، بس دي النود جي اس. يعني كومبوزر جيسون هنا لو انا كتبت كومبوزر انستول هيبتدي ان هو ينزل كل الحاجات دي. تمام. كان في ثغره اخونا باشمهندس حسام مصباح كان اتكلم عليها، اسمها dependency confusion. هنا بتحصل امتى؟ لما بيبقى مثلا عندك حاجه internal، وتحجز انت الاسم على النت، نفس الاسم اللي موجوده، و... وتحط مثلا اي حاجه ماليش اسم. فساعتها لو حد كتب الكومبوزر انستول ممكن تحصل، تبقى ار سي اي. او مثلا باكج اكسبايرد وخلاص الاسم بتاع الباكج دي اتمسحت، ممكن انت تحجز نفس الباكج بنفس الاسم وتبقى ار سي. في حاجة برضو في الساست ده الستاتيك ابلكيشن سكيورتي تيستنج، لما بتيجي يعني بيبقى بشكل دوري كده ان هو
بيتست الكومبوزر فايل ده، بحيث ان لو في اي باكج من دول بالفيرجن بتاعها بتحتوي على ثغرات معينه، يبعت لك يقول لك إن الباكج دي فيها سي في ايز، المفروض ان انت ت- تحدث الباكج دي. حلو. آه، وبيبقى بشكل دوري، يعني ممكن مثلا كل اسبوع كل يوم على حسب يعني. فاحنا هنا طب انا لما بكتب كومبوزر انستول الباكجز دي بتنزل فين؟ في فولدر هنا اسمه فيندور، هنا في كل الباكجز، الفولدر بتاعها كلها موجودة في ملف في فولدر الفيندور. حلو. برضو في حاجات تانية موجودة مثلا زي الاستورج ده بيبقى مثلا هنا في اللوجز بتاعت الايرورز مثلا اللي بتحصل، اي حاجة بتبقى موجودة في اللارفل دوت لوجز هنا. مثلا لو انا عندي مثلا فانكشن بترفع فايلز، الفايلز دي بتتخزن فين؟ في بابليك هنا، بابليك جوه الاستورج. بابليك هنا ممكن يبقى الفافيكون مثلا بتبقى موجودة في البابليك هنا. الحاجات دي ممكن اليوزر العادي في البراوزر يعني يبتدي ان هو يشوفها. الريسورسز، الفيوز هنا دي بقى يعني انا شرحتها في الفيديو اللي فات. لما انا مثلا بعمل راوت معينه، اسم راوت مثلا اسمها بروفايل. البروفايل دي ب... اول ما اليوزر بيدخل على الاند بوينت بتاع البروفايل بيبتدي ان هو يشغل الكنترولر، آه، مثلا بروفايل كنترولر. والبروفايل كنترولر بياخد اليوزر نيم من الداتابيز ويبتدي ان هو يعرضه على الاب دوت بليد دوت بي اتش بي من جوه الفيوز. ماشي. آه بس يعني ده الفيديو بتاع النهارده، و... واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.